اوعى تفكر يا صديقي ان حكايه ان المصريين مش عرب دي جديده، موضوع كده كده محل جدل ومحل نقاش من بدري. بس سمعت راي مختلف للشيخ عبد الحميد كشك وحسب فيه حسبه مختلفه، فقلت لازم اتناقش معاكم فيها. هذا الكلام جيدا. عمرو بن العاص اخذ الجيش ليفتح به افريقيا. عمرو بن العاص يا صديقي خد الجيش اللي فتح بيه مصر علشان يفتح بيه افريقيا، ولم يترك في مصر الا 500 من العرب. وعلى حسب الروايه انه ما سابش في مصر غير 500 من العرب. كان عدد سكان مصر يوم دخلها عمرو 7 ملايين. ركز معايا يا صديقي، كان تعداد مصر وقت ما سيدنا عمرو بن العاص فتح مصر 7 مليون. كما عددها الان 42 مليون. طبعا كانت 42 مليون وقت ما كان بيحسبها الشيخ كشك، كان احنا هنحسبها على حسبتنا دلوقتي، وتعداد مصر دلوقتي 110 مليون تحت العجز والزياده. ما عدد المسلمين 39 مليون. 39 مليون من 42 مليون وقت ما كان بيحسبها الشيخ كشك. لكن تعداد المسلمين في مصر حاليا من 90 ل 95 مليون من اصل تقريبا 110 مليون. ما عدد النصارى في التعداد الحديث السابق 3 مليون. 3 مليون مسيحي من اصل 42 مليون مصري وقت ما كان بيحسبها الشيخ كشك. تعداد المسيحيين في مصر دلوقتي من 10 ل 15 مليون من اصل 110 مليون. اسمعوا يا معشر السادة، 500 واحد من العرب بقوا 39 مليون. هنا برضو اللي هتتغير الارقام، 500 واحد من العرب بقوا من 90 ل 95 مليون، على اعتبار ان زي ما اغلبية الناس فاهمة ان كل المسلمين في مصر من اصل عربي ودخلوا ساعة الفتح الاسلامي. و7 مليون من القبر او 3 مليون. برضو هنا صديقي هتتغير الارقام، ال7 مليون مصري، ال7 مليون قبطي اللي كانوا موجودين وقت سيدنا عمرو بن العاص ما فتح مصر، يعني يبقوا دلوقتي تعدادهم حاليا من 10 ل 15 مليون. هذا منطق، هذا منطق. مفيش منطق يقول ان 500 من العرب يبقوا من 90 ل 95 مليون، وال7 مليون قبطي الاصل اللي كانوا موجودين وقت الفتح الاسلامي يبقوا حاليا من 10 ل 15 مليون. 500 من العرب الذين تركهم عمرو. من المعقول ان يصير 105 39 مليون، وان تصير 7 ملايين قبطي 3 مليون. ده مش معقول، ما انا برضو بتفرج على الفيديو زيكم يعني وبسمعه وبحسبها مش معقول. ان من قال هذا الكلام فاما ان يكون مجنونا. فكرة التعميم اصلا كلها غلط، يعني الناس اللي هي مقتنعة وبتعمم ان كله جه وقت الفتح الاسلامي، هي اصلا التعميم لغة الجهلاء. واما ان يكون عاقلا مغفلا. مش تغفيل بس يا مولانا، ده تغفيل وتجهيل وتزييف وتزوير في التاريخ. واما ان يريد ان يقلب الحق باطلا والباطل حقا. يا صديقي تبقى عارف ان انت لو ليك اصول شركسية، اصول عربية، اصول ارمنية، ابوك وجدادك